السلام عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ هانين متهنين؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. كويزيني باتيسري هبه الله كيرحب بكم وكيقترح عليكم واحد لاغوسيت اللي سهله وفي متناول الجميع. كويزيني باتيسري هبه الله كيبغي يشكر الناس اللي كتدعمني، الناس اللي كتشجعني، اللي كتحفزني بالتعاليق ديالها. شكرا بزاف بزاف. الناس اللي كتفاعل معايا شكرا لكم بزاف بزاف. ولا كنتي اختي اول مره كتشوفي القناه ديالي، نتمنى ما تخرجي تتفعلي الاشتراك ديالك وتخلي شي كومونتير زويون. وشكرا لكم كاملين. دابا ندخلوا في الموضوع ديالنا ديال اليوم ونبداو بالصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. والموضوع ديال اليوم كيف ما قلت لكم كويزيني باتيسري هبه الله كيخترع عليكم واحد لاغوسيت اللي سهله، ديما سهل مع لا كويزين هبه الله، في متناول الجميع. المكونات اقتصاديه وبسيطه، ومكونات ديال هاد لاغوسيت ديال اليوم فهي زعما ما فيهاش بزاف ديال لي زانغريديون. فالعناصر اللي فيها تقريبا شي 5 ديال العناصر ساهلين، ويمكن اي سيده تحضرها في البيت ديالها لوليداتها. ما عليك الا اتباع مراحل ديال الفيديو وخليك معنا حتى الاخر، وان شاء الله غتنجح معك هاد لاغوسيت ديالنا ديال اليوم. فهي حلوه الرخامه او الجليجه كيف ما تيقولوا ليها اغلبيه الناس، ومعروفة عند الناس المغاربة كلهم. كيحضروها في المناسبات، ديالهم. ودابا ندخلوا في الموضوع ديالنا لتحضير اولا لتحضير هاد الحلوه ديال الرخامه. كيمكن لينا نحضروها بهاد العناصر اللي كتشوفوا معايا. انا كتبتهم لكم على جنب، و ميم طون درت لكم صوره باش تشوفوا معايا هاد المكونات اللي عندنا باش نحضروا حلوه الرخامه. يعني انا بسطت بزاف باش يمكن لاي الناس كامله توجدها. ما عليكم الا اتباع مراحل الفيديو وخليكم معايا حتى الاخر، وان شاء الله انا اكيده انها غتنجح معكم هاد لاغوسيت. بالنسبه للمكونات البنات كيف ما شفتوا معايا عندي كاوكاو كونكاسي حمرته في الفرن تقريبا عندي شي كيلو هنايا. عندي شوكولا نوار، عندي شوكولا بلون، وعندي نيسلي كراميل البنات اللي غنخدم فيه. هنا واحد النقطه كتشوفوني كندير الزيت في الشوكولا. هنا كنضيف الزيت في الشوكولا باش ما داك الشوكولا فين كنجي نقطع ما كيتهرش ليا، ما كيبقاش قاصح، فهو كيتقطع بسهوله. فانا درت الزيت في الشوكولا بلون كيف ما شفتوا. كنخلط مزيان، كندير واحد لا كونتيتي لا باس بها باش يمكن داك الشوكولا يتقطع ليا. وكذلك في الشوكولا نوار حتى هو كنضيف له القليل من الزيت باش يمكن له يتقطع لي كذلك. وهانتوما خليكم معايا. من بعد ما خلطت هاد العناصر كيف ما شفتوا هكا غنحطو على جنب. فهنا كتشوفوا معايا لا كونتيتي ديال الشوكولا بلون عندي اكثر من لا كونتيتي ديال الشوكولا نوار، حيت غندير لا فاس ديال هاد الحلوه الرخامه هو الشوكولا بلون. وبالنسبه للشوكولا نوار فانا غنكتفي بواحد الكورني اللي غندير بيه داك الزيكزاك ديال ميلفعي. هنا غناخذ هذاك الكاوكاو اللي عندي البنات كيف ما شفتوا فراه محمر. يمكن لكم تزيدوا تهاشيه ويمكن لكم تكتفيوا به في هذا السمك ديالو، فانا خليته هكا. وغنضيف له هاد النيسلي كراميل ونبدا نخلط مزيان. غنخدم البنات بيدي باش نتحكم فيه اولا نحس او انا كنخلط كنحس بالقياس ديال هاد لا فارس اولا هاد العقده كيف ما كتشوفوا معايا. فهو البنات كيجي غزال بزاف لوغو ديال الكاوكاو وديال نيسلي، سيرتو نيسلي كراميل، فهو كيجي غزال البنات بزاف، كيجي زوين. نتمنى انكم تصايبوا هاد الحلوه لوليداتكم. فهي راه ساهله البنات، ما كتطلبش منك وقت زعما بزاف. راه كتحضر في واحد المده اللي وجيزه بحال هكا في عشيويه ولا هذه يمكن لك تحضريها. يكون عندك غير لي زانغريديون توجديهم من قبل ويمكن لك تحضرها، يعني ما تاخذش منك الوقت بزاف.
غنخلط مزيان هاد الكاوكاو ونيسلي. كيف ما قلت لكم فرا المقادير ديالها بسيطه بسيطه بزاف. وهنا من بعد ما خلط هذاك الكاوكاو مزيان ونسلي، هذه هي العجين اللي حصلت عليها على هاد الطريقه. كتنسجم لي العناصر مع بعضها، كتدخل في بعضها. واحد النقطه البنات، بالنسبه للشوكولا ضروري ما تزيدوا فيه داك الزيت كيف ما شفتوني. ضروري ما تزيدوا فيه الزيت باش فين تجيو تقطعوا يتقطع لكم بسهوله وما تلقاوش فيه مشكل، ما تهرسش لكم هذيك الرخامه ديالكم اولا داك الشوكولا اللي الفوق يتعرس. لذلك انا كندير فيه الزيت. هنا البنات غناخذ واحد البابي كويسون وغنهبط هذيك العجينه اللي خلطت ديال الكاوكاو ونسليم كلها في هذا البابي. ومن بعد غندير واحد البابي فوق منه، نبدا نايطالي هذيك العجين اللي عندي. حتى كنحصل على واحد السمك اللي بغيت انا، ما كيكونش غليظ بزاف باش وما تيكونش رقيق. كنطلقوا هذيك لاباط. كيكون عندنا سمك واحد فحال كنطاليوها هكا بالمدلك كيف ما شفتوا. فهذه هي الطريقه ديالي انا اللي كنخدم في هذا الحلوى، وكتجي زوينه البنات بزاف، كتجي زوينه ومحبوبه عند بزاف الناس. والطريقه ديال البنات فهي راه سهله بزاف. ما عليكم كيف ما قلت لكم من قبل الا اتباع مراحل الفيديو. خليكم معايا حتى الاخير وان شاء الله انا اكيده انه غيعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى انكم تجربوها في الدار ديالكم. فهي راه ما كتاخذش الوقت بزاف وما فيهاش عناصر زعما بزاف لي زانغريديون، فهما راه مو بساطه بزاف. هانتوما كنقاد الجنيبات، كنحاول نصايب واحد الباط اللي تكون نيفو واحد، يكونوا فحال الجنيبات فحال الوسط، نحصل على نفس السمك. غنبدا نقاد بهاد السباتيل كيف ما شفتوني، وانا كنجمع الجنيبات فحال هكا وكنفيني باش فين نجي نقطع من كلاصيها بالشوكولا ونجي نقطع كتقطع لي بواحد السهوله وكتجي وما كتهرش، او ميم طون كتجيني فحال كنقطع دوك المربعات متساويه. فهاد الطريقه راه هي مبسطه، وانا ديما كنتعمد انني نحضر للمشاهدين شي حاجه اللي بسيطه، يعني شي حاجه اللي في متناول الجميع، يمكن اي سيده تحضرها. ما كنقويش لي زانغريديون. المهم غنستمر فحال هكا تنحصل على واحد الطبقه اللي فحال نيفو واحد. وهنا غنحضر الكورني اللي قلت لكم زدت فيه الزيت في شوكولا نوار. المهم تقريبا واحد 2 المعالق، حيت هنا عندي كونتيتي قليله. هذا كيف ما قلت لكم غير غنزيكزاغي به الوجه ديال الرخامه اولا ديال الكاطو ديالنا مي لو ريست. وهنا غادي نبدا نطلق هذاك الشوكولا واحد السباتول كيف ما شفتوا. غنطلقوا على الوجه ديال الرخامه كامله بهذا الشكل. نحاول انني ندير طبقه فوق طبقه باش ما يبقاش يبان ليا داك كاوكاو اولا ديك لاباط من التحت. ايطالي الجنيبات وكنهبط بشويه باش يشربوا هذاك الشوكولا وما بقاش يبان لي الكاوكاو من التحت اولا لاباط ديال الكاوكاو من التحت. غنعاود نخوي، ونفس الشيء بالنسبه لافاس التحتاني غنكلاصيها ونزيكزاغي بالشوكولا نوار ونخليها حتى تبرد اولا تنحس هذاك الشوكولا راه بدا كيجمد، ونعاود نقلب هاد لاباط ونعاود لها نفس العمليه. هنا البنات ما بغيتش نطول عليكم الفيديو ونقلبها ونعاود ندير نفس البوزيسيون. نتمنى انكم نتوما يكون ميساج وصل. راه نفس الطريقه، انا تعمدت نقصر لكم الفيديو
وغادي نزيكزاغي ندير هاد الخطوط بحال هكا بهاد الكورني شوكولا، ومن بعد ناخذ واحد الكيردو او لاتيج ونزيكزاغي به طريقه ديال الملفي البنات. جميع الناس تعرفوها، فراه طريقه مبسطه ولكن كتعطينا واحد ديكوراسيون لي زوين بزاف وساهل. هكا كنبقى ندي خط وخط كنجيبو بحال هكا وكنحصل على الرخامه او الجليجه على هاد الطريقه البنات. فهي مبسطه سهله، والاهم من ذلك فهي كتجي لذيذه بزاف بزاف وبنينه، وما كتطلبش لك الوقت بزاف، ما كتطلبش مكونات بزاف، فهي سهله في متناول الجميع. هنا البنات غنعاود نخلي هاد الرخامه تتبرد لينا هذاك الشوكولا ونعاود نقلبها. وهنا من بعد ما صايبت لي فاس بجوجهم غناخد السكين اللي غنقطع به، وغناخد واحد الشاليمو. ماشي ضروري البنات يكون عندكم هاد الشاليمو، يمكن لكم تقطعوه بسكين، انما هو خص هاد السكين اللي غتقطعوا به يكون ماضي يكون حاد. هنا هاد الطريقه فهي سبيسيال انايا باش يشوفوا الناس درت لكم بحال هكا. كنسخن الموس في الشاليمو بحال هكا وكنقطع، فهو كينزل دقه وحده ما كيتهرش هذاك الشوكولا كيف ما شفتوا، ما كيتهرش. كيجي هذيك التقطيعه كتجي نيفو واحد، كتجي زوينه بزاف كتسهل علينا. انما الا كان عندك موس ماضي واخا ما يكونش منشار بحال هكا، موس عادي يكون كبير ولكن خصو يكون ماضي بزاف بزاف باش ان فوا طراسي فوق هاد الرخامه كتنزل كتقطع لك دقه واحده وما كيتهرسوش لك هادوك الجنيبات ديال الرخامه. نتمنى البنات انكم تجربوا هاد لاغوسيت وتفرحوا بها وليداتكم، ونتمنى انكم تعتمدوا فيها على الطريقه ديال هبه الله. فراه الطريقه مبسطه في متناول الجميع وسهله بزاف بزاف البنات، وما كتطلبش لكم بزاف ديال المقادير. هنا نعاود نسخن السكين كيف ما شفتوا ونبدا نطراسي على الشكل ديال معين كيف ما شفتوا. فراه مبسطه سهله بزاف. وهنا هادو هما المربعات اللي حصلت عليهم على هاد الشكل، وغادي نستمر تنكمل لا كونتيتي اللي عندي. نتوما يمكن لكم تعملوا بحال هكا. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير، ونتمنى ان لا غوسيت ديال اليوم تعجبكم وتجربوها مع وليداتكم وبصحه والراحه. وما تنسونيش من لي لايك ومن لي كومونتير ديالكم، لي كومونتير ديالكم كتحفزوني بها وكتشجعوني. وشكرا لكم مره اخرى، بصحه والراحه، دمتم في امان الله، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.